السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وبسعادة، امين يا رب العالمين. لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم معايا كل جديد ينزل. النهاردة الفيديو هنتكلم فيه عن حمدي ووفاء. حمدي ووفاء يعني هنتكلم في جزئين، هنتكلم في المقلب هنعلق عليه، يعني قلت ان انا اجمع لكم يعني فيديوهين في فيديو واحد. هنتكلم عن المقلب الرديء الوحش جدا 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 اللي عملوه امبارح، اللي هو بتاع ان هي وفاء سرقت الفلوس او سحبت الفلوس بتاعته. وهنتكلم عن موضوع القضية. هنتكلم الاول في موضوع المقلب. عملت مقلب امبارح ان هي خدت بعضها وجمعت الولاد وعملت سبورة، وما شاء الله كانت بتعلم الولاد الخطة البلان بتاعتها، هنعمل كذا وهنعمل كذا واول خطوة، والولاد بقوا يفكروا معاها ويقولوا لها طيب احنا لما هنسحب الفلوس يا ماما هيبعتوا البنك بيبعت رسالة. المفروض ان الولاد ما يعرفوش حاجة زي كده، ولكن خلينا نقول ان الولاد دماغها متفتحة، ان هم بيبقوا قاعدين واخدين بالهم من كل كلمة. مثلا ممكن يكون بابا او ماما قالوا قدامهم ان جات لي رسالة انت حطيت الفلوس، جات لي رسالة بان انت حطيت الفلوس ايداع، هنقول كده هوت. ومع ذلك ردت رد غريب انا اول مرة اسمعه يعني في حياتي كلها، ان وفاء قالت لا ما هو انا هعمل حاجة بقى يا ولاد، انا هعمل بلوك على كل حسابات بابا في البنك عشان ما توصلوش رسالة. طبعا هي واثقة ان اللي بيتفرج عليها يا اما اولاد صغننين اللي هم بتوع عمو حمدي وعمو سامي، عارفين انتوا الحاجات دي، عمو حمدي وطنط وفاء والكلام ده، فمش هيبقوا فاهمين. او ناس تانية برضو على قدهم وبرضو مش هيبقوا فاهمين، او ناس بتحبهم ومش هتاخد بالها من الكلمة. اولا البنوك مفيش حاجة اسمها بلوك على البنك. البنك بيديكي ابليكيشن، انت الابليكيشن بتخشي بتسجلي نفسك، بتعملي باسورد كلمة سر، بتخشي تكتبيها تشوفي رصيدك وتشوفي ايه اللي جالك وايه اللي ما جالكيش. في حين لما تسحبي بيبعتلك رسالة نصية على التليفون اللي هو خط التليفون المتسجل، ويبعتلك برضو رسالة في الابليكيشن او رسالة على الرسالة النصية بان تم سحب مبلغ كذا من فرع مثلا بنك مصر فرع كذا وعملتي كذا وخليتي كذا. تمام. ف حتة البلوك دي كانت واسعة منك قوي قوي وبهوقت قوي قوي يا فوفة، خالص خالص. تمام تمام. حتة انها تاخد الولاد وتروح وهو نايم ومعاه الولد الصغير. الولاد الصغيرين معروف ان هم بيصحوا كل شوية، معقول يعني هم سابوك كل دوت نايم وانت كنت نايم؟ هنصدق. قالت ان هي خدت الولاد ولفت بتناية كده فيها سواق. انا في الحتة دي بصراحة يعني انت تضمني ان السواق ده انك انت يعني يبقى حد يعني امين عليكم؟ يعني الواحد يخاف حتى لو بتعملوا فيديو وبتمثلوا. مين اللي كان بيصوركم وانتوا نازلين وطالعين من العربية؟ فرقت عيالها على بنوك مختلفة وقالت لهم اسحبوا فلوس، وقالت يعني معرفش يعني الفلوس، الولد واقف ماسك شنطة والبنت واقفة لا ماسكة شنطة وبيعبوا بيعبوا بيعبوا بيعبوا. وبعد كده انتي العيال ركبوا معاكي لفتي عليهم بالتناية نفس التناية وركبوا معاكي ومعاهم الفلوس والسواق معاكوا. السواق ده انتي ضمناه؟ هو يعني انتي حاطة كاميرا في مشهد يا جماعة وفاء قاعدة والعيال بيدولها الفلوس، اللي قدام بيديلها واللي جنبها بيدولها. مين بيصوركم؟ مين بيصورك؟ يعني معلش في الكلمة، مين بيصورك من فوق؟ دي كاميرا محطوطة فوق المراية على اللي عند السواق وبتصور. ازاي جبتي ده؟ يعني صورتي ازاي؟ على الاقل كنت هتصوري وانت بتقولي هات الفلوس مثلا وانت ماسكه موبايل، لكن التصوير من فوق اللي هو حمدي حاطط حاجه. مين اللي كان بيصور الولاد؟ السحب، انت بتقولي سحبتي الفلوس وسحبت ومش سحبت ومش عارف ايه وخدتي خلصت الفلوس. معقوله فلوس حمدي ووفاء دي كلها هي دي بس الشنطتين 3 ولا 4 شنط دول؟ استحاله. مقلب كان وحش جدا، سخيف جدا.
بتعلمي برضو العيال ان ممكن، يعني يا ريت تقولوا مثلا زي في قناه نقد انا سمعتها اديتها الحق في الحته دي، قالت لك قولي ان يا ولاد ما تقلدوش الكلام ده. زي شاور لما بيعمل فيديو يقول ما حدش يقلد اي فيديو انا بعمله، لان انا ببقى مأمن جدا، لان بيبقى عارف ان اللي بيتفرج عليه ولاد صغيره. دي حاجه. الحاجه التانية قالت له ايه ده، هي دي مش فلوسي؟ طب ما احنا من زمان يا وفاء عارفين ان انت ليكي فيزا وليكي حساب وفلوس، وحمدي ليه فيزا وحساب وفلوس. بأمارة يا وفاء لما كنت بتروحي تشتري حاجه كان بيقول لك انت اللي هتحاسبي من فلوسك ولا من فلوسي، فكان باين قوي انه تمثيل وفيديو سخيف. نيجي في حاجه تانية، موضوع القضيه. هم عندهم بكره يوم 8/6 عندهم جلسه في المحكمه الاقتصاديه. جماعه في ناس كتير بتقول ان حمدي ووفاء اتحبسوا، حمدي ووفاء سابوا تركيا، سابوا مصر وراحوا تركيا تاني. حمدي بيقول كان نفسي اقعد في بلدي، كان نفسي استقر، انتوا مشيتوني، انتوا عملتوني. الكلام ده كله بلح. قضية البيتكوين دي اللي كان عليها تحقيقات قبل كده غالبا، وقالوا خلاص خدوا فيها قرار وحددوا جلسة. فحمدي بكرة عنده جلسة مش لازم يحضرها، اللي هيحضر محامي عنه وهيحضر الجلسات لحد ما نشوف ايه الحكم فيها. لو قاضي اداله حكم تقيل هيبقى غرامة، وهتبقى غرامة تقيلة، لانه هيبقى عارفين ان دول يوتيوبرز وهيجي منهم حاجة لازم يدفعوا، لان بيقولك ان قضايا البيتكوين وده اللي اتكلمنا فيه قبل كده، انك انت بتنشر البيتكوين ده بلاش يا حمدي، المراهنات بلاش يا حمدي. ومع ذلك هو كان باصص لفلوس الاعلان اللي كان ممكن يعملها في اي فيديو هو بيصوره، يعني هيعملها اكتر واضعاف اضعاف في فيديو يصوره. تمام. العيله ما تعرفوش ايه اللي جرالها. محمد النهارده نشر صوره على الانستجرام ان العربيه ولعت. انا شفت الفيديو فعلا، العربيه فجاه ولعت وناس كانوا عمالين يطفوا في العربيه، ومحمد جات له حاله هستيريا، بقى بعيد عن العربيه وخضه. اعوذ بالله يعني من الشيطان الرجيم. ما تعرفوش العيله دي مالها، احنا نتمنى ان ربنا يصلح لهم حالهم. سبحان الله، يعني الاء في المستشفى وفي العنايه لحد دلوقتي. بفيديو حمدي وفاء امبارح قلنا انها خرجت، ولكن هي لسه في العنايه، لان محمد كتب في الستوري يا جماعه ادعوا لنا بالله عليكم، العربيه ولعت والاء لسه في العنايه المركزه، ادعوا لنا ربنا يعدي على خير. وناس قالت ان دي مش عربيته، لا دي عربيته، وزياد كان بيصور وبالفعل العربيه ولعت. اعوذ بالله. الحمد لله ان هو كويس وبنته كويسه ومراته، يا رب يقومها له بالف سلامه. ما نعرفش ليه الواحد برضو لما بيشوف الحاجات دي بيتضايق. يعني زمان الحاج جابر والحاجه سعديه اكيد زعلانين على عيالهم، يعني ابني عليه قضايا، محمود وسحر مختفين جدا، اختفائهم يقلق. يا لعل الخير يا رب. الاء في المستشفى ما لحقتش البنت تتهنى ببنتها، يا رب يقومها بالف سلامه وترجع لعيالها سلمى غنمه، امين يا رب. ترجع لبنتها يا رب فال حلو، ربنا يكرمها تطلع بالسلامه وتجيب عيال كتيره. ولكن اللي بيحصل مخلي الواحد مستغرب، يعني ايه دوت، يعني ليه بيحصل كل دوت. احنا نتمنى ان هم يعني ربنا يكرمهم ويصلح لهم حالهم، ما يشوفوش حاجة وحشة ابدا يا رب، وآلاء تقوم بألف سلامة. وموضوع العربية الحمد لله يا محمد ان ربنا فداك، والحمد لله ان انت لحقت يا ابني تنزل من العربية، اذا كنت انت ولا زياد ان انت نزلتوا لو كنتوا في مشوار، والحمد لله ان بنتك ما كانتش معاك، مراتك ما كانتش معاك، كل ده فداكوا بعيد عنكم يا رب اي شيء وحش ممكن تكون عين، والعين وحشة، والعين دي يعني مذكور الحسد في القرآن. ربنا يحفظهم ونسمع عنهم سمع خير، امين يا رب العالمين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان اي خبر ننزله. يلا سلام عليكم.